صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنعمل كيكه شوكولاته ناجحه معاكي من اول مره هتعمليها. طعمها خطير، والاهم من كل ده ان هي اقتصاديه جدا، هشه ولذيذه ومش بتاخد وقت. كيكه ال5 دقايق بتتعمل في الخلاط بدون مجهود خالص، يعني في خلال 5 دقايق هيبقى عندك احلى والذ كيكه شوكولاته ممكن تعمليها وبصوص خطير. يلا بينا نشوف عملناها ازاي في الخلاط. اول حاجه جبت الخلاط بتاعي وحطيت المقادير اللي هقول لكم عليها بالترتيب. حطيت كوبايه وربع لبن، كوبايه زيت، وكوبايه وربع سكر. 4 معالق كاكاو خام. انا استعملت في الوصفه ديت كاكاو اسباني، ممكن انتي تستعملي الكاكاو اللي متوفر عندك. هنبتدي بقى ان احنا نضرب المكونات دي كلها لغايه ما هيبقى صوص قدامكم بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا انا ضربته وبقى قدامكم عامل ازاي. كل ده بالخلاط. طب لو انا ما عنديش خلاط ممكن بالمضرب اليدوي العادي. بصوا بقى هوريكم الصوص بقى عامل ازاي. هنا بقى حطيت معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، اي قهوه عندك. زي ما انتم شايفين كده، بصوا بقى الشكل بقى عامل ازاي، وده القوام المطلوب. بصوا بقى السمك بتاعها. هنا بخلط كل المكونات كلها مع بعض زي ما انتم شايفين. بصوا بقى عملنا احلى صوص شوكولاته ممكن تعمليه. هنا هناخد الصوص ده و يا دوب انا هاخد كوبايه منه او بوله صغيره. بصوا بقى الصوص خطير ازاي. بقيت الصوص ده انا هحط بيضتين معاه، وطالما بيض يبقى فانيليا زي ما انتم شايفين كده. ادي البيضتين، وحطيت الفانيليا بتاعتي، وحطيت معلقه كبيره من الخل، وهبتدي ان انا اضرب تاني برضو في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. ياريت برضو ما البيض يختفي تماما من الخلاط. زي ما انتم شايفين كده البيض بيختفي خالص وبيتجانس مع بقية المكونات. وهنا هنخل كوبايتين دقيق. ادي الكوباية الاولى، وادي الكوباية التانية، وحطيت معاهم باكو كيك شيف. النخل دوت كويس جدا لانه برضو بيبقى عامل مساعد لرفع الكيك زي ما انتم شايفين كده. وحطيت ذرة بسيطة من الملح. هنا بقى هبتدي ان انا انزل المكونات واحدة واحدة، وهضربها برضو في الخلاط زي ما انتم شايفين. ابتدي برضو اضربهم كده زي ما انتم شايفين واحدة واحدة. لو تقيل على الخلاط خلاص هنزل المكونات ديت واضربها بالمضرب اليدوي في اي طبق. بس برضو هنزل الدقيق واحدة واحدة. هجيب الصينية بتاعتي وادهنها بأي مادة دهنية، وهكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 170 زي ما انتم شايفين كده. في خلال نص ساعة هتبقى مستوية. هنا هجيب الخلة بتاعتي وهمشيها يمين وشمال عشان تطلع مستوية، تطلع متساوية. انا اسفة.
بصوا بقى هنا استوت، وهنا بقى هبتدي ان انا زي هعمل لها كذا ثقب كده، وبعد كده هنزل فنجان صغير من اللبن، وبعد كده هنزل الشوكولاتة بتاعتي لما تبرد، احطها في التلاجة حوالي ساعتين، لانها لو اتاكلت باردة بتبقى افضل. زي ما انتم شايفين كده قطعتها، عملنا في خلال 5 دقايق احلى كيكة شوكولاتة اقتصادية جدا وسهلة ولذيذة، ممكن تعمليها زي ما انتم شايفين. ان شاء الله تعجبكم، ولو عجبتكم ياريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، متنسوش تفعلوا الجرس. بس بقى خطيرة. بصوا صوص الشوكولاتة اللي من فوق الوش ده في منتهى الجمال، ممكن تستعمليه حتى في التورتة اللي ممكن هتزوقيها. ان شاء الله تعجبكم وسهلة.